صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهاردة. النهاردة الفيديو بقى ان شاء الله هيعجبكم، يعني روتيني قبل ما اروح المدرسة وكده. عشان قبل كده سألتكم في اللايف وقلتولي قبل كده في التعليقات ان انتوا حابين فيديوهات روتينية. فالفيديو دوت بقى روتين وقبل المدرسة وهيعجبكم جدا. هتكلم بقى عن الحاجات اللي بعملها كالعادة يعني قبل المدرسة. وقبل كده كمان كنت عاملة فيديو روتيني بتاع يوم الجمعة، لو متفرجتوش عليه تبقوا روحوا شوفوه. دلوقتي بقى هبدأ في الروتين، تابعوا الفيديو للآخر. وكالعادة يا سادة، كوباية المية اللي اتكلمت عنها مش أول مرة، اتكلمت عنها في فيديو الروتين بتاع يوم الجمعة قبل كده، وعن فوائد كوباية المية الصبح. يعني أنا قلتلكم بصحى الصبح أول حاجة بعملها بشرب لي كوباية المية ديت. ودلوقتي اهو كوباية مية ازاز تمام، لحد بقى ما اجيب ازازة تكون تنفع للشرب يعني. دلوقتي بقى باخد فرشة سناني وادخل على التواليت. اخد بقى الفرشة، طبعا لازم اغسل سناني اول حاجة، اغسل سناني وبتوضى. ما بقدرش اخد الشاور الصبح، باخده من بالليل. تمام، علشان بجد بيبقى الجو ساقع قوي. هتوضى دلوقتي وهطلع عشان اصلي صلاة الصبح. الوقت دوت بصلي الفجر والصبح مع بعض لو ما صحيتش الفجر، عشان بجد يعني بروح عليا نومه خالص، بيبقى الشيطان بقى وكده. فبصلي الفجر ركعتين فجر وركعتين صبح. مهمة جدا، الواحد كده بيبقى مرتاح في راحة خالص. ركعتين الصبح دول ونصليهم ونخرج، كمية الراحة مهمة جدا. ولو عايزين تنتظموا في الصلاة، اتفرجوا على الفيديو بتاعي بتاع ازاي انتظم في الصلاة، هيفيدكوا جدا انا واثقة. دلوقتي بقى هسرح شعري. لازم اسرح شعري طبعا، مينفعش البس الطرحة الاشارب بتاعي كده من غير ما اسرح شعري، مش معقول. لازم كده الشعر يتنفس، ولازم دي حاجة اساسية جدا اسرحه وبعدين البس الطرحة. غير كده يا جماعة مينفعش، بنات كلكم مينفعش، لازم نسرح شعرنا. دلوقتي بقى بكب مية ورد على وشي. مش اول مرة اتكلم عن مية الورد، لو متابعيني من الاول انا دايما بتكلم على مية الورد. انا بقى باخد كده شوية بكبهم على وشي الصبح بغسل وشي بمية الورد واسيبهم يجفوا، حلوة جدا. دلوقتي بقى ترتيب السرير. طبعا هنوشة اختي بتنام معايا على السرير وكده. بس النهاردة سبحان الله صحت بدري جدا صحت بدري معايا وكده، فقلت ارتب السرير معاكم. انا لو هنوشة نايمة معايا بصراحة ما برضاش اصحيها، يعني بخليها نايمة زي ما هي تمام. وبتبقى الجو ساقعة فمش برضه افتح الشباك. بس بما انها النهاردة في نشاط ما شاء الله فهرتب معاكم السرير. وعلى فكرة انا سمعت مقولة يعني معناها بمعنى اصح، يعني ان هي بداية النجاح يعني النجاح بيبتدي من ترتيب السرير الصبح. اولا لو رتبنا السرير الصبح كده بيبقى في نشاط لباقي اليوم، سبحان الله. وعايزة افتح كمان معاكم الشباك. تمام، الشباك يعني قلت قبل كده برضو في الفيديو الروتين قبل كده ان مهم جدا ان جو الأوضة لازم يتغير، عشان جو النوم وكده مش حلو خالص. تمام، هفتحه معاكم دلوقتي. مهم جدا على فكرة حكاية ترتيب السرير، لان لما بنرتب السرير الصبح قبل ما نمشي بنرجع بتبقى الأوضة بتاعتنا بتبقى نظيفة فعلا، بنحس ان هي نظيفة مجرد ترتيب السرير بس. ومش بتدينا كسل. انا لو وصلت ولقيت السرير مثلا مش مترتب في البيت، ممكن اتغطى وانام عادي تمام، جت افتحها معاكم. الوقت ده بيبقى جو بقى العصافير الصبح والهوا ريحته خطيرة. افتح معاكم اهو. ريحة الهوا بجد روعة، بيبقى الهوا ساقع كده في سقعية بس حلو. وصوت العصافير بقى والحاجات دي وكده. جيراننا كلهم اهو الناس بتبقى نايمة يا بختها، مفيش غير الناس بقى بتبقى رايحة الشغل برضه ومدارس وكده. الدنيا هص هص، هدوء خالص في الشارع مش مفيش حد خالص.
مهمة جدا حتة فتح الشباك بقى او البلكونة الصبح ديت، علشان الطاقة اللي في الأوضة تمشي وتدخل طاقة جديدة. مم. النهار بيبقى حلو جدا الصبح، وقت جميل. انا بقى دلوقتي بقى بفتح وبعدين ما بقفلش الشباك خالص، بقفل السلك زي ما هوريكم دلوقتي. اهو دلوقتي انا كده قفلت السلك بتاع الشباك عشان مفيش حاجة تدخل من بره علينا يعني. السرير بقى لسه ما رتبتهوش، وهرتبه معاكم دلوقتي وهتشوفوه بعد ما رتبته. ترى ايه السرعة دي؟ رتبت السرير وهو الشباك مفتوح، وبسيب بقى ايه الدنيا كده زي ما هي كده، وببتدي ان انا همشي بقى. خلاص انا بجهزت كل حاجة، مش ناقص غير هلبس وهنمشي. مم. وهو بقى دول الهدوم بتاعتي بتاعت المدرسة. ببقى دايما مجهزاهم من بالليل ومعلقاهم ورا الباب، يعني انا على طول بعمل كده. ليه بقى؟ اصحى بقى عشان ساعات يعني ايه بصحى بقى متأخر وكده، فالبس على طول وامشي يعني. ما اتأخرش يعني، ما اخدش وقت. وعلى فكرة احنا المدرسة عندنا يونيفورم، ما عندناش حد يروح بأي لبس براحته. عشان الفيديو اللي كنت عاملاه في المدرسة ناس كتير سألتني وقالت لي انتوا ما عندكمش زي موحد. لا احنا عندنا زي موحد، بس كان اخر يوم امتحانات بقى من المدرسة، كنا واخدين راحتنا بقى، عشان في ناس بقى ايه بعد اللجنة على طول بتخرج بقى وتتفسح وكده. هو دوت لبس المدرسة زي ما انتوا شايفين. انا بقى هوريهولكم كله بالتفصيل دلوقتي. اول حاجة البنطلون. مش شرط نلبس بنطلونات كلنا، بس لا ده بيلبسوا فساتين او جوب عادي. بس انا بصراحة بحب البس البنطلون. ليه؟ لان البنطلون بحس ان هو اريح في الحركة، مهما حصل لا قدر الله وقعت حصل حاجة، لا الموضوع تمام يعني، مش هيحصل حوادث. مريح اكتر، وبعدين محتشم يعني وواسع جدا كمان يعني. وفي بقى ولونه كحلي، احنا الزي بتاعنا لونه كحلي، وقماشته كمان ناشفة شوية. دوت بقى التيشيرت اللي هو البولو المفروض، بس هو اصلا لونه بطيخي، بس مش ظاهر البطيخي كويس في الكاميرا. تمام. بس انا بصراحة درجة التيشيرت بتاعي فاتحة شوية، لان هو نوعه مش بولو بالظبط. وليه الاسورة ديت لونها الكحلي. هو دوت زي اللي احنا بنلبسه. دوت التيشيرت بتاعنا، مريح جدا وقماشته حلوة قوي كمان. مريح، مش بيقيد يعني. دوت بقى ده بتاع الرياضة، بتاع الألعاب. بصراحة أنا بلبسه كده في كل الأيام، مش في يوم الألعاب بس. ليه؟ لأن هو بيدفيني بصراحة. بصوا من جوه أصلا عامل ازاي، بيدفي جدا. وهو تحس ان هو مشمع كده، مش عارف، مشمع وسميك او تخين، وبرضه لونه كحلي في احمر. هو ده بيبقى شكله. بس بصراحة عشان بيدفيني فبلبسه في الايام العادية. الايام العادية عادي يعني، مش شرط يكون عندي تربية بدنية. حلو قوي. دي بقى الطرحة برضو بيبقى لونها كحلي. وكمان مش شرط ان احنا كلنا نبقى لابسين نفس نوع الطرحة. دي طرحة فوم، شفتوا شفافة ازاي؟ بتبقى واسعة قوي، بس انا بتنيها على 2. هي اصلا بتتنى على 2 زي ما شفتوها دلوقتي، بتبقى سميكة بقى، فمش بتبين حاجة. دي نوعها فوم، وانا بصراحة بحبها. ليه؟ مريحة جدا. تحس ان هي حلوة للاستهلاك يعني. طرحة تستهلك عادي يعني، مفيش اي هدية. لونها كحلي برضو. وساعات بلبس بندانة يعني. دلوقتي دي الشنطة بتاعتي جهزتها، ببقى انا مجهزاها من بالليل برضو يعني. الهدوم والشنطة ببقى مجهزاهم كلهم من بالليل. وكمان جهزت ازازة المية وجهزت السندوتشات ولو عايزين ابقى اعمل لكم فيديوهات عن اللانش بوكس ابقى اعمل لكم بقى ترتيب. بس انا في العموم بحب اخد معايا الجرجير، خضار كده مع اللانش بوكس، بتبقى مع الاكل بيبقى حلو يعني. هي شنطتي. تمام. الجدول بيبقى تقيل قوي، وبسبب لسه مقطوعة حتة كده من عند الدراع من قريب اصلا، من كتر تقل الشنطة.
بجد الشنطة تقيلة جدا، وكنت بروح كمان بالتابلت وكده، فكان من كتر التقل فدراعها اتشد. فاهم؟ ده لسه الموضوع ده موت من قريب. الفطار اللي كتير جدا مش بيحبوه، تمام، اللي كتير قوي ما بيفطروش يعني، تمام، بس هي مهمة جدا 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 حتة الفطار دي. مع ان انا على فكرة الاول بس دي مهلبية، وانا ما بحبش المهلبية خالص، ما باكلهاش اصلا، تمام. بس النوع بتاع المهلبية دوت، قلت اجربه، يعني ماما بتعملها بس انا ما باكلهاش خالص برضو. قلت اجربه وكده. طعمها كاستر، طعمها زي الكاستر قوي يعني. وعليها كمان مية ورد وكده يعني، شغالة يعني. قلت افطر بيها النهاردة احسن من ان انا مفطرش خالص. فطاري مش بيبقى مثلا ايه، انا لازم قبل ما امشي المدرسة اكل حاجة دي كذا، اكل كذا، لا. يعني انا يبقى عندنا مثلا تمر، اخد لي كده تمرتين تلاتة وانا ماشية. يبقى مش عارفة، عندنا السندوتشات مثلا اعمل لي ربع رغيف كده وانا ماشية اكله. المهم اي حاجة تتاكل. في جرجير في التلاجة، كل جرجير، خيارايا، جزرايا، اي حاجة، المهم تدخل المعدة قبل ما نمشي. تمام. وبعدين خصوصا ان انا مشوار المدرسة بتاعي بياخد ماشية ربع ساعة او 10 دقايق، فبيبقى لازم اكون واكل عشان حتى اهضم الاكل بدل ما خطر علي. فمهم جدا ان احنا نفطر. ودلوقتي بقى انا لبست كل حاجة اهو، الشوز وجهزت خالص علشان امشي، وجهزت الشنطة معايا، وهو البنطلون، شايفين البنطلون واسع جدا ازاي، واسع خالص، والطرحة والتيشيرت البولو، ودوت التيشيرت والجاكيت بقى دوت اللي بقولكوا عليه بيدفيني جدا، مشمع يعني سميك اوي وتخين. تمام. كده اكون جهزت وهمشي بقى اخيرا للمدرسة، المشوار بتاع كل يوم يعني كالعادة. تمام. والشنطة هختم معاكم من بره احسن. وزي ما قلت لكم ان انا هختم معاكم من بره. بصوا بقى المنظر بره عامل ازاي بقى وقت النهار بقى، ما طلع خلاص. الشباك بتاع السلم دوت بجد بيجيب نور حلو جدا في المدخل بتاعنا، حلو قوي، والجو هادي، وعصافير بقى، والعصافير بتصوصو بطريقه حلوه. ادي الباب اهو، هنخرج نروح المدرسه منه. تمام. هطلع معاكم اهو، انا قلت اطلع بقى ايه معاكم، اختم معاكم من الشباك ده عشان بجد المنظر هيبقى حلو كده. طنط آية بتلبس حمو بقى وهتمشيه، ومنشرة سجادة هنا حاطة سجادة وكده، وهتوريكم. بصوا منظر الشارع فاضي، مش عارفة ليه الناس مش المفروض تكون صحت بقى خلاص وتروح لمدرستها وشغلها ولا ايه، انا مش عارفة الجو جميل، وعصافير بتطير وحاجات خطيرة كده. بتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو النهاردة. عصفورة اهي شايفينها. بتمنى رب تكونوا استمتعتوا جدا بفيديو النهاردة، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك، تشتركوا في القناة لو مش مشتركين من زر سبسكرايب الاحمر تحت الفيديو، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات. وعايزه اعرف بقى رايكم في الفيديو دوت. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي، بحبكم كتير، باي.